فكرتوا ايه هي الريد فلاجز اللي لما بنلاقيها في اي علاقة بنهرب وما بنستناش دقيقة؟ النهارده معايا 10 حاجات لو لقيناها في العلاقة اللي احنا فيها، سواء خطوبة، حب، جواز. وخطوبة وحب عشان الجواز بيبقى ليها شوية حاجات تانية وحسابات تانية، ما بنبقاش عارفين ناخد الخطوة او ناخد الرد فعل المناسب علشان تعمق العلاقة قوي. اول علامة معانا هي عدم الاحترام والتقدير. ازاي انا اكون في علاقة مع شخص ما بيحترمنيش، ما بيقدرنيش، مش مديني مساحتي من الاحترام، من احساسي بذاتي، ودايما بيحاول يقلل مني ومن شأني وما يدينيش قدري الكافي. ما اعتقدش ابدا انها دي علاقة سوية او قويمة او علاقة ممكن ابقى عليها او على الاقل احس ان انا مبسوطة وانا فيها. تخيلوا، وده احساس البنت. امال لو كان اللي بيحس بالمشاعر السلبية دي الراجل، هيبقى احساسه ازاي في العلاقة؟ تاني حاجة، وده شائع جدا في المجتمعات العربية قوي، هي التحكم الزايد. وبيبقى في صورة غيرة، في صورة حب، في صورة انا الراجل ولازم كلمتي تمشي، في صورة دي القوامة وهم اصلا فاهمين القوامة غلط. التحكم الزايد هنا ممكن يكون في لبسك بطريقة اوفر، في خروجك، في كلامك، في علاقاتك، ومش بس كده، احيانا بيوصل لدراستك، لشغلك، لتاكلي ايه ما تاكليش ايه. ايه ده؟ ازاي؟ فعلا في كلاينتس كتير بيكلموني ان زوجها بيشترط عليها ما تاكلش اكلات معينة، ما تلبسش الوان معينة، ما تعملش حاجات معينة هي بتحبها وعايزاها. مش منطق ابدا. تالت حاجة، التجاهل والاهمال. الطبيعي لما اكون في اي علاقة ببقى مستنية الحب والاهتمام والسؤال، وانه يطبطب عليا ويشوفني محتاجة ايه وعايزة ايه وممكن اكون محتاجاه في ايه، لكن انه يتجاهلني ويهملني دي علامة قوية جدا ان الشخص ده مش حاببني كفاية او مش مقدرني كفاية. بيبان كتير لما يكون التجاهل والاهمال ده مقصود. اكيد مش هنغفل الكذب المستمر. شخص على طول كذاب، حججه كلها كذابة، بيسرد احداث مش حقيقيه، حتى بيوصل بيه الامر انه يديني مشاعر مش حقيقيه، مش هقعد معاه يعني. حته برضو كده في الراجل الشرقي اكتر هي الغموض واخفاء التفاصيل. عايز يبقى جيمس بوند، عايز يبقى دايما عنده تفاصيل محدش يعرفها غيره، عايز دايما يبقى غامض. الراجل الغامض بسلامته. ليه؟ ما احنا ممكن نبقى كويسين مع بعض وعارفين عن بعض تفاصيل ما تضرناش يعني. مش لازم نكون عارفين كل حاجة عن بعض بالتفصيل، بس على الأقل نكون فاهمين علاقتنا ببعض، فاهمين الشخص اللي قصادنا. لا، هو ما عندوش الكلام ده. بيجي بقى بعديهم التلاعب العاطفي. لا أنا بحبك ولا بكرهك، لا مديك قيمتك ولا واخدها منك، لا عايز أعيش من غيرك ولا سايبك تعيش من غيري. علاقة مش مفهومة ومشاعر مش مفهومة، اللي هو يخليك طول الوقت حاسس أو حاسة أقرب ولا أبعد، أعمل إيه، أتصرف إزاي. شعره مش واضحة، فردود أفعالك مش واضحة، ودي حاجة قاسية جدا في أي علاقة. سابع حاجة، العصبية الزايدة الغير مبررة. كلنا بنتعصب وكلنا بنتنرفز وكلنا بيجي علينا أوقات وما بنكونش عارفين نتحكم في مشاعرنا أو الغضب، لكن العصبية الزايدة على أقل حاجة دي حاجة ما تبشرش أبدا. تخوف ان انا اكون بتكلم مع حد او قاعد مع حد والاقيه بيتعصب عصبية جامدة وزايدة ويكسر ويبهدل واحيانا يشتم ويمد ايده، دي مصيبة. رقم 8، الغيرة المفرطة. وهنا بقى مش الغيرة اللي بيغيرها عليكي بس، لا، ده احيانا ممكن يوصل بيه الامر انه يغير منك ويغير في حاجات عبيطة قوي يمكن الرجالة ما تكونش بتتكلم فيها. يغير انك لابسة احسن منه، خدت فرصة في حاجة هو ما خدهاش. ده بالنسبة للبنات يعني. وهنلاقي برضو على فكرة رجالة بيتغار منهم من البنات المرتبطين بيهم او زوجاتهم او خطيبته يعني، وما بيكونش هو فاهم هي بتعمل كده ليه. هل هي غيرانة عليا ان انا لابس بدلة حلوة ولا ايه يعني؟ ما بتكونش العلاقة حتى مفهومة. العطاء من طرف واحد، يعني انا اكون في علاقة دايما انا اللي بدي فيها على طول كل حاجة، حنان وسؤال وهدايا، تبقى مشكلة جدا لو كان العطاء ده اكتر من عند البنات، او البنات هي الطرف المعطاء اكتر، ممكن يوصلها لعدم ثقة بالنفس على فكرة. 10 حاجة، ودي اعتقد بيهم كلهم، عدم تحمل المسؤولية. خليتها للآخر علشان استفيض فيها معاكم شوية. عدم تحمل المسؤولية مش ان الشخص مثلا ما يكونش بيصرف بس، لا، لو كان مخطوب او انت مخطوباله بيبان عدم تحمل المسؤولية في انه مش عايز يشيل مسؤوليتك النفسية.
تحكيليش يومك عامل ازاي، ما تحكيليش ايه اللي مضايقك، ما تحكيليش مشاكلك. انا مالي ومال عملتي ايه مع اهلك في البيت، مع صحابك، مع شغلك، مع دراستك. كل واحد يشيل نفسه. وداخل فيها برضو الماديات. يعني ايه اروح في مطعم علشان اكل، ولا معزومة، ولا في اي حاجة وادفع لنفسي؟ دي حاجة قوية جدا، احنا ساعات ما بناخدش بالنا منها كبنات، ونقول عادي يعني هو open minded وبيحب كده. لا، مفيش حاجة اسمها كده. القوامة مصاريف وانفاق ومواقف، مش بس ان هو يقولك تعالي وروحي والبسي وما تلبسيش. لازم ناخد بالنا من التفاصيل الصغيرة في اي علاقة. على نفسنا بنضرب اخماس في اسداس، مش عارفين نتصرف، او علشان عمر العلاقة ما يطولش بينا واحنا اصلا مش مرتاحين فيها. الارتياح في اي علاقة اهم من الحب. لو بحب شخص ومش مرتاحة معاه هكرهه، بحب شخص ومش فاهمني هكرهه، لو بحب شخص ومش بيحترمني ولا بيقدرني هكرهه. حاولوا تختاروا الناس اللي ترتاحوا معاهم، والراحة دي بتشمل حاجات كتير. شوفوا انتوا محتاجين ايه عشان لما تدخلوا في علاقة تحسوا ان انتوا مرتاحين لما تاخدوا الحاجة دي. وصدقوني اللي ما بيريحش اول العلاقة عمره ما هيريح اخرها. ما يرتاحلوش عينك مش هيرتاحله قلبك. ما يرتاحلوش قلبك ومرفوض اصلا، ما تدخليهوش في حياتك.